انسوا صفيحة اللحمة مؤقتا هالجيت وشوفوا لها الوصفة الجديدة اللي انا بعتقد انه محدش عملها قبل هيك. بدل صفيحة اللحمة صفيحة الجمبري، اشي طيب على الاخر وبيعطيك طعم جديد. عملتها اول امبارح وعملتها امبارح، في طريقة زبطت معي وطريقة ما زبطت معي، لانه اهم اشي في صفيحة اللحمة انها ما تفك عن الخبز وما يتغير شكلها. الطريقتين نفس الطعم ولكن شوفوا الفرق في التطبيق. هجيت افرجيكم ايش المكونات بالضبط، ولكن خلوا في بالكم زي ما حكيت انه بدنا نستعمل خضار اقل، عشان هيك الطريقة هاي ما زبطت. نفس الطعم طلع بالضبط ولكن فكت شوي وشكلها ما كانش 100% زي الاولانيه لاني كترت خضار، بس الطعم كان رائع جدا. بجيب الجمبر المفرز، بنزله وبحط عليه ميه وبشغل الفرن، وعبل ما هدول يبردوا قصدي يسخنوا بدي توم وبصل اخضر وفليفله ملونه وبدي فلفل حار اي شكل مش مهم، وبدي 2 فلفل حار، بصل اخضر وبغسله، والتوم. بنزل كل الشغلات هذه بضربهم ضربه سريعه. زي ما حكيت هنا كان المفروض احط نص كمية الخضار مش كل هذه الكمية، وبنزله فوق الخليط. حكيت اذا عندي مكعبات مرقة سمك واذا ما عندي بحط ملح زائد بهارات السمك، وبدي رشة فلفل اسود بسيطة، رشة قرفة بسيطة. خلصت القرفة. والمرة اللي فاتت عملتها بدون بابريكا، المرة هذه بدي اضيف شوية بابريكا مدخنة عشان تعطيني ريحة السموك كأنها معمولة على الفحم، وبدي ابرش عليها ليمونة كاملة ونص برتقالة، وبضيف عصير الليمونة وزيت زيتون. الملح هيك بعتقد تمام، نضربها كمان ضربة. هلقيت باجي لباقي كمية الجمبري بحطه فرقه وبعصره زي هيك وبنزله. ليش عملت هيك؟ عشان بدي بعض الحبات تكون خشنة هيك بارزة. بضرب ضربات سريعة. اعتقد هيك صار جاهز. باجي هنا وبكل بساطة زي ما بعمل صفيحة اللحمة العادية اللي بنعرفها، باخذ شوية وبأفردها. شايفين كيف؟ ولا في اسهل من هيك. وفوق المقلاية بنزلها. حتلاحظوا هنا انها ما زبطت لاني كترت خضار، فنسبة المية في العجينة كتيرة. امبارح لما عملتها حطيت نسبة خضار كويسة فما لزقت في قاع المقلاية. الطريقة الثانية اني احطها بالفرن، باخدها زي هيك كأني بعمل بيتزا او كأني بعمل لحمة بعجين كأني بعمل صبيحة. شدت شوية بس منيحة والله. امبارح طلعت اضبط مش عارف ليش. صفيحة جمبري مش لحمة، يعني جمبري مع عصرة ليمون ومع سماق جمبري. نيجي هيك يا حبيبي. لازم نشرط. عظيمة